اهلا وسهلا حبايبي الغاليين، غنصايب سلطه وقلت نشاركها معكم على قبل هذا المكون. شكون اللي عرفوا شنو هو مرقد في القرعه، كيترقد بحالو بحال الزيتون. يلا شكون عرفوا؟ اللي عرفوا يكتب ليا في التعاليق. يلا 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 نشوف شكون اللي غيعرفوا الاول. اللي عرفوا غنقول ليه برافو عليك، لان الصراحه وقطعتو. شوفوا لداخل كيفاش داير. كنساعدكم، انا كنساعدكم. يلا يلا شكون اللي عرفوا؟ لان بزاف هذا المكون ما معروفش، يعني قليل اللي كيعرفوا. تقدروا تستعملوه هكا صاين تلوحوه في الصالات ديالكم اولا تقطعوه. انا كنفضل نقطعوه باش اللي اول مره ياكلو ما كيلاحظش المذاق ديالو، كياكل نورمال عادي ما كيردش البال. انا بالنسبه لي ناكلو عادي، ولكن اللي اول مره ممكن انه يجي مذاقه مبدل. كياكل شي حاجه اول مره شويه يقدر يجيه ما يرتاحش ليها في الاول. المهم حيت له دوك السيقان ديالو كاملين وقطعته مع الخيار ومطيشه. ونزيد لافوكا. انا كنفضلها صراحه، ديما عندي ما كتخطانيش. كنستعملها ديما، واخا ندير غير بصله ومطيشه مع لافوكا. المهم، شنو بغيت نقول لكم. الاساس ديال هذا الفيديو انني نشارك معكم كبار سيد الشيخ، ونقول لكم الفوائد ديالو. راه كيحمي من مرض السكري ومن مرض السرطان، وكينشط الدوره الدمويه. وإلا نشطت لينا الدوره الدمويه يعني الجسم ديالنا غيكون مزيان، وغنعسو مزيان ونفيقو مزيان ونكونوا مرتاحين. هذا هو الاساس ديال الفيديو، يعني باش نوريه لكم. لان كنعرف ان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش. هو معروف به فاس والنواحي، ويمكن حتى اسفي يمكن عندهم كبار سيد الشيخ. المهم هو هذا كبار سيد الشيخ اللي ما كيعرفوش. انا زدت المايس وزدت بصيله وزدت الربيع. كندخل بصله ضروري كتعجبني، والطون خليته حتى الاخر. هو الباربه هي هذه الوجبه ديالنا. درتها مع الشوا. المهم كان الاساس انني نوريكم كبار سيد الشيخ اللي ما كيعرفوش يعرفوا معايا في هذا الفيديو. يلا مع السلامه.